وعمل الموسيقى التصويرية لفيلم أفريكان اللي حسسك بيها أكنك قاعد جوه الغابة وفي جو المطاردة والكوميديا الخفيفة، واستخدم فيها عناصر من الطبيعة عشان تحسسك بالمود زي أصوات الحيوانات وطابع الموسيقى الأفريقي مع الشرقي، ميكس مش أي حد يعرف يعمله بسهولة. وعمل كمان الموسيقى التصويرية لفيلم عمارة يعقوبيان اللي خد عليها جوائز كتيرة، ومن أواخر الحاجات اللي عملها هي موسيقى فيلم بيت الروبي في 2023. ده غير المسلسلات زي صاحب السعادة والعراف، وأظن بعد كل اللي قلته لك ده فأنت اتأكدت إن خالد حماد شخصية مهمة في عالم التأليف الموسيقي في مصر.